الدولار الأمريكي بيستقر أمام الجنيه المصري وبيوصل ل 52 جنيه و6 قروش في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده سعر الدولار سجل حالة من الهدوء النسبي في بداية تعاملات اليوم، وده بعد التحركات اللي حصلت الأيام اللي فاتت واللي خلت السوق يدخل في مرحلة استقرار مؤقت. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 51 جنيه و92 قرش للشراء، 52 جنيه و6 قروش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 51 جنيه و93 قرش للشراء، 52 جنيه و3 قروش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 51 جنيه و93 قرش للشراء، 52 جنيه و4 قروش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 51 جنيه و94 قرش للشراء، 52 جنيه و4 قروش للبيع. في بنك CIB التجاري الدولي سجل الدولار 51 جنيه و95 قرش للشراء، 52 جنيه و5 قروش للبيع. وأخيرا الأسعار متقاربة جدا ما بين البنوك، وده بيأكد إن السوق في حالة هدوء واستقرار. لكن زي دايما أي أخبار اقتصادية ممكن تحرك السعر بسعر أو السعر، يعني بمعنى أصح يعني الأسعار تستقر وبعد كده بيبدأ إيه السعر سواء يطلع فوق أو ينزل تحت. لو عايز تتابع سعر الدولار أول بأول وتعرف أي تحديث جديد لحظة بلحظة، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. مع السلامة.